توقعات من تاني. هي ليلى عبد اللطيف مش هتبطل بقى؟ قبل مباراة السوبر اللي الكل مستنيها جت ليلى عبد اللطيف بتوقعاتها وقالت لك إن الأهلي هيكسب في مباراته مع الزمالك. مش بس كده، دي كمان قالت إن النتيجة هتكون كبيرة وغير متوقعة وكمان تاريخية. يا أخي دي أكبر نتيجة تاريخية للأهلي والزمالك كانت سنة 1942، وده في دوري القاهرة، وكسب الزمالك وقتها 6-0، وكمان لما حقق الأهلي 6-1 على الزمالك سنة 2002. وأحب أقولك بقى إن ليلى عبد اللطيف شكلها كده في توقعاتها بتمشي ورا المنطق، لأن أساسا توقعاتها منطقية جدا بصراحة. وده لما قالت برضو إن الأهلي هيعيش موسم مليان بفوز ونجاحات كتير، وده اللي بيحصل فعلا سواء بقى قاريا أو عالميا، وخصوصا كمان بعد ما هيشارك في كأس العالم للأندية بشكله الجديد، ده غير مشاركته في النسخة المصغرة من كأس العالم واللي هيواجه فيه أبطال القارات. توقعات ليلى عبد اللطيف رغم إن في ناس كتير بتصدقها، إلا إنها مثلا وقت دوري أبطال أفريقيا ومباراة الترجي التونسي مع الأهلي توقعت وقتها إن الترجي هو اللي هيكون صاحب اللقب، وجت بعد الخسارة قالت أنا ما توقعتش خسارة النادي الأهلي، واللي اتقال كله إشاعات ملهاش أي أساس من الصحة.